ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ حاولت يعني اجمع اعصابي على قد ما اقدر عشان اعرف اقول اللي انا هقوله ده دلوقتي. اعذروني لو هتلاقوني يعني مش احسن حاجة او بتكلم شوية برجفة، يعني لانه ما كانش موضوع اسهل حاجة. آه، امبارح الصبح في حد من الدكاترة عندنا تليفونه اتهكر، فهو بعت لنا الهاكر تليفونه بعت لنا مسج انه انا عامل جروب ليه علاقة بحاجات طبية. هسيب لكم المسج. الدكتور ده كلنا واثقين فيه يعني، فهو تليفونه متهكر. هو ما كانش هو مش هو يعني، واحنا ما نعرفش ان هو مش هو، ولان احنا بنثق فيه طبعا مش عارفين هو مش هو. دخلنا على اللينك بيوديكوا على ان انتوا تكتبوا رقمكم، بعدين بيديكوا كود، انتوا بتكتبوا الكود. فعملت كده. بعدها جات لي المسج اللي انتوا شايفينها دلوقتي. قبل ما اعمل عدم سماح كان هو اوريدي خرجني من كل حاجه، والواتساب عندي قفل، وبقيت عشان اعرف ارجع تاني للواتساب لازم استنى حوالي 24 ساعه. المشكله ان انا زي اي حد فينا، يمكن الموضوع ده يكون توعوي اكتر، بعمل جروب بيني وبين نفسي بشارك فيه كل الباسوردز اللي انا هنساهم، وبشارك فيه يعني صور بطاقتي، رخصتي، حتى رخصة الشغل مش بس القيادة يعني، و النقابة، كان النقابة ايا كان. بلس انه في مشكلة تانية، انه برضو زي اي حد فينا حتى لو مش بيتصور صور على تليفونه، فمثلا بتبقى بتكلمي اختك او حاجة وبتهزري معاها عادي، فتسجل لها فيديو سخيف وانتي بشعرك مثلا، او تعملها صورة كده. وبلس كمان انه محتاجة اهدى. وبلس كمان انه في برايفسي لمرضى من صور او حاجات تخصهم. انا بس كنت فاكره المشكله على الواتساب، لكن هو الموضوع زاد ان هو بيبعت كل مسجز للناس اللي عندي كلهم على حسب نوع الناس. في ناس بيبعت لها اللينك عشان ياخد منهم حساباتهم، وفي ناس بيبعت لهم بيبعت لهم ان هو عايز فلوس او ايا كان، ولو عندهم فيزا لو عندهم حاجه، وياخد منهم فلوس. في منهم فهم فرن عليا تليفون، في منهم ما فهمش، وفي ناس ردت متاخر. الفكره كمان ان انا كنت فاكره بس المشكله هنا، طلع الموضوع اكبر، لانه هو قدر من الاي كلاود عندي، عشان انا ربطاه على الواتساب وحاطه الباسوردز طبعا في الجروب، يفتح الاي كلاود عندي. اخد تليفوني كله. طبعا الغلطه التانية ان انا زي اي حد بعمل سيف للفيزا عندي على ابل ستور او السيتنج، علشان اي حاجه اخدها او اشتريها حتى لو من طلبات بتحاسب تلقائيا. ما كنتش عارفه انزل مباحث خالص في وقتها، لانه كان احمد عنده نبطشيه، ايمن معايا في البيت لوحده، زي ما انتم عارفين ايمن تعبان الفتره دي. فنزلت ستوري عندي على انستجرام عشان الناس كلها تلاحظ ومحدش يرد عليا واتساب، وكمان قلت لو حد يساعدني. ففي بنوته كتر خيرها بعتت لي حساب مالك، ده حساب مالك يا جماعه، كتر خيره الصراحه يعني. حاول ساعدني على قد ما اقدر لحد ما يقدر، لحد ما اروح المباحث. طلعني من الحسابات ورجع لي حسابي، وحاول على قد ما يقدر انه يعمل لي سيف على تليفوني. انا مش حاسه ان انا تمام، انا مش عارفه، انا بس موضوع. ولما فتح عرف بقى ان هو ليه علاقه باكاونتس مش كويسه او مواقع مش كويسه. معرفش لسه انا هيعمل ايه بالصور اللي معايا. اول حاجه معرفش اي حاجه. الصبح رحت عملت محضر، كتر خيرهم برضو، فهموني كل حاجه. طبعا مطلعش انا لوحدي اللي عامله محضر، لانه احنا في المستشفى كلنا اتهكرنا. اللي انا اقصده دلوقتي من الفيديو يا جماعه، محدش يقبل لينك ايا كان ايه هو،
محدش يبعت لحد فلوس او اي حاجه غير لما ترنوا على الشخص نفسه تتاكدوا يا جماعه في حاجه حاصله معاكم ولا لا، عشان تعرفوا فعلا هو نفس الشخص وفي مشكله ولا لا. ومهما كنتوا واثقين في الشخص اتاكدوا الاول. من حاجات برضو اللي قالوها لي في المباحث انه موضوع ان احنا نربط الفيزا باي حاجه شيلوها تماما من على حساباتكم، وما تعتمدوش ان انتوا ابل بقى والحاجات مش هتخترق والكلام ده كله، عشان عادي تليفوني يخترق. اعملوا سيف لحاجتكم اكتر من كده، وادخلوا على الواتساب واعملوا كود خاص بيكم، في اي وقت تيجوا تفتحوا يبقى الكود ده بس هو اللي يفتح، حتى لو انتوا قبلتوا الاكسس من حد تاني او قبلتوا مش عارفه اسمها ايه بالظبط، مش قادره اجمع اصلا كلام. الحمد لله احمد متفهم وتناقشنا في الموضوع نفسه، بيحاول يهديني، بس انا فكره انه حد شافني بالطريقه دي مش مريحاني. بلس اني عرفت ان موضوع الرخصه بتاع الشغل يعني ممكن يستخدم في حاجات يعني غير قانونيه، العمليات غير قانونيه. انا كده بلغت الحمد لله وعرفتهم موضوع الرخصه، واتصلت بالنقابه واخدت كل الاجراءات اللي المفروض اعملها. لما يحصل معاكم حاجه زي دي، لو مش حصل لكم ظرف معين يعني خلاص قهري يعني خليكم ما تنزلوش المباحث، انزلوا. مالك شكرا، لو اي حد عنده مشكله يا جماعه ومحتاج مالك تقدروا تكلموه، بجد تعبت معايا جدا، شكرا قوي. مش عارفه من غيرك كنت يعني حد كنت اعمل ايه، كنت هوصل لمرحله ابعد من كده في ايه. وبس شكرا يا جماعه جدا، وهنزل لكم الحسابات، وبرده هحاول انزل لكم المسجز وانا بتكلم.